أشكر حزب الإصلاح على هذه المبادرة، وأرجو أنها تكون بادئة، والله أعلم أنها تتوسع بحيث تشمل الطيف السياسي كامل، وخاصة أحزاب الأغلبية، لأن هذه الندوة تعود ندوة بين أحزاب الأغلبية بحيث يتدارسوا كيف يقدوا يساندوا مبادرة مكافحة الفساد اللي شعار رفعوا الرئيس كما رفعوه الرؤساء من سابقوا، ودائما يتعطل تنفيذ ذاك الشعار، والله مكافحة الفساد بصفة صريحة، يتعطل بعدم إيجاد ظهير، وخاصة من الأغلبية واضح يعود له قد إجابة للي قال له الدولة العميقة، اللي يراه هي الدولة العميقة وأعوانها. هذا فعلا ظاهر يعلن هذه المبادرة يا الله تعم الطيف السياسي وخاصة الأغلبية. ظاهر يعلن خطورة الفساد وتشخيصه، هذا ظاهر يعني مفروغ منه، احنا كاملين واعيين لأنها ظاهرة عاقت وتعيق تنمية البلد اللي له وديرانه على السكة الصحيحة لياك نعودوا دولة بمفهومها العلمي ومفهومها الصحيح. إذا ظاهر يعلن ماني حتى لا ينخض في ذاك، والوقت قاع ما هو عاطيه، يقال له نقول فقط على هذا الفساد اللي ذا هو. أنا عشت 1974 وظل النظام الماضي كمفتش ضرائب، وعلى ظهر ذيك العملية اللي كانت من أكبر العمليات آنذاك، واللي شملت وزراء ومديرين، واللي بلغني اعلن الرئيس المختار وداد ذلك الله يرحمه، وذهل الى نقرا ذاك التقرير اللي كل معدل له مفتش ذيك ساعه الدوله محمد الامين الحمني يرحمه. منين نقراه صمم على ان العداله تقول فيه كلمتها، وطرح له قدر من الاراء على ان هذه قضيه خطيره وانه هو بحرب، وعلى انه ما يا الله يجابهها، ولا جابهها النتيجه لا تعود باسقاطه. من قال لي على ان احد زملائه ذيك الساعه ومقرب له ياسر من زمان قطاع مدير ديوانه وهو ذيك الساعه وزير المرحوم صالح عبد العزيز، انه قال له سيد الرئيس هذا العرش اللي قاعد عليه من تقطعه لا يطيح، وعلى انه هو اصر على ان القضيه تمشي. وكان بالنسبه لي واذا قلت بالمذكرات اعلن الانقلاب 78 إن كان عنده أهداف سليمة، وهي الحرب يوفى وهي المشاكل اللي كانت تيك ساعة نعيشه، على أنه وقف إن كان من نستايشه هو توقيف ذاك المسار اللي كان المختار الدادا عازم على أنه يعدله. ومنه بعد على أنه ذيك الساعة جمع المكتب السياسي والحكومة ذاك الوقت، ونتيجة ذاك التقرير وقال لهم يختروا بين السلطة والمال. حد كامل عنده سهم في شركة، حد كامل عنده قريب في مجال
التجارة أنه لا يصيبوا لها، وعلن الدولة السلطة والمال ما يقدروا يخلطوا. وعيط رجال الأعمال، وكان ذيك الساعة أحدهم واحد منهم أعطى 2 مليون في مساندة ذيك الساعة المجهود الحربي في ذاك الوضع ذيك الساعة، و2 مليون كانت فضة ذاك الوقت. وذاعت على ذيك الساعة عدلت عليها ضجة كبيرة في الإعلام، جريدة الشعب ذيك الساعة والإذاعة الوطنية اللي هم كانوا خارجين، وقالوا الرجل الأعمال المثالي فلان أعطى كذا وكذا وكذا 2 مليون. لا 6 أشهر عقب ذاك يعدلوا تخفيف ضريبي ب 37 مليون. لا يعقب يعود خلق فيه احتيال بين الوزارة وإدارة الضرائب. لا نحضر الاجتماع اللي لا هي يعيط له رئيس اللجنة العسكرية السابق، يعود اللجنة العسكرية تتكون يوم 10 يوليو، ولا يعود لا يعدل في مقر ذيك الساعة سنين، ولا هي يحضر له تقريبا الكوسموس بوليتيك، ناس كامل ذيك الساعة اللي مهتمة بالسياسة، ما فيها الناس كانت معارضة والناس اللي كانت في النظام، ولا هي يجتمعوا. لا يجي مصطفى يرحمه ويقول لهم الوضع اللي كان خارج، وانهم ما عادوا الانقلاب نتيجة لعزة السلطة، يقر على ان الوضع خارج كذا وكذا وكذا وكذا. لا فعلا اكثرية الناس والله كامله لا تقول بنغمة مؤيدة، يقر له يعود واحد منهم يعود له يقول كلمة ظاهر ان عادت هي المثل المتبع، والله هي اللي اتبعت. لا يقول له السيد العقيد بذيك الساعة ما زال ما واحد عاد رئيس، انتم يلعتم عادين انقلاب ضد نظام، هذا النظام بدأ 1960. إذا وزراء 1960 ووزراء 9 يوليو يامس مسؤوليتهم محدة، ويا الله يتابعوا كاملين. وهذا أرد على كلمة قبيل عفى الله عما سلف. والله معدلين ضد نظام العالم الثالث، تعرف على المسؤول فيها لا واحد، الرئيس. وزراء يامس ما عندهم مسؤولية وطصهم كاملين، والمسؤول لا الرئيس. إذن هذه قضية المسؤول لا الرئيس بدأت من ذيك الساعة وتبعت عاد دائما المسؤول لا الرئيس، وما زال اليوم المسؤول لا الرئيس. إذن خلق الانقلاب وذاك الملف، وبرت جماعة كاملة نحكم على المدير ذيك الساعة ب 18 مليون، هو المبلغ ذيك الساعة 105 ملايين، نحكم على المدير ب 18 مليون، وسنتين فات قضاهم بالحبس، والناس الأخرى كاملة وبرت وفي الملف عليه الحق وتم ذا جاي. الظاهر اللي على المشكلة ما هي بالنصوص، والمشكلة ما هو في المجتمع فيه طبعا في غير النخبة هي اللي فيها، هي المشكلة. والمشكلة فعلا كل شيء على التجارة، حتى السياسة على التجارة، الأحزاب السياسية والوظائف وذا كامل تنباع وتنشرى، والهم اللي يعودوا فيها يدوروا لا كانهم يحضروا في شيء. هذا ظاهر يعني انه هو الوضع. والوضع اليوم الحقد اللي يقولوا له الاطباء ميتاستاز، معناها على ان الخلايا لحقهم المرض كاملات في مجتمعنا، إلى ما خلقت هبة صادقة ونزيهة، وتعود اللي الهدف منها هو إنقاذ البلد في عالم كيف قالوا وحدين قبيل. ذي قضية الفساد ما زالت هي المطروحة. يقير بعد بالنسبة لنا احنا ذا الجسم إلى ما ولا فبالعجلة على ذا الفساد على يتوقف في مظاهره كاملة إلى ما خلقت الهبة. الوضع خطير، وريا الله نحاولوا كان قدونا نواجهه. وكيف قلت قبيل
الأغلبية وأحزاب الأغلبية محتاجة على أنها توقف الوقفة. ثاني ما يذكر ولا بد له من إدارة. هذه الإدارة اليوم قط 2000 إلى رد الله 12 عدت في لجنة مكلفة بأنها تعدل فاليداسيون تصديق لا ما هو مشروع إحصاء إداري قط معدل في الجهاز الإداري كامل. وكان يترأسه وزير السابق مولاي محمد يرحمه، ومعاه تركيا داداه، وكنت معاه ومعانا جماعة أخرى من الموظفين، وكنا مكلفين بذاك التصديق ذاك الإحصاء. وتباركنا مع العمل. واللي رأينا ذيك الساعة لأن حاجة ذيك الساعة ذكر على الوزارة الأولى كان أورغانيغرام كان فيه 13 مستشار، وهي مكتتبة 35 مستشار. وظاهر اللي على ذا اليوم منين يعدل هذه الهيئات اللي كامله خلقة الصقاع تضخمها في ياسر من الهيئات الطراء، والوزارات عاد مستشارين ما عندهم مكاتب وعادوا ياسري، والعمل ما هو هذا كامل ما هو متقون. إذا ظاهر اللي على السابق ما هو عدل تطهير هذه الإدارة اللي هي ما يقدر يعدل به الشيء، ما يقدر يعدل إصلاح، وهي الأداة الإصلاح الإدارة عدالة والجهاز الفني هذا كامل يحتاج تطهير، ويحتاج إعادة نظر، ويحتاج ينصقل إلى يعود فيه أناس قادين يعدلوا العمل ومكلفين كاملين به، وكلهم عندهم مكتب وكلهم عندهم مهام وكلهم عنده اللي ومنين يفوتوا لنا نطبقوا القوانين اللي ما يجدارك في الطريق ذاك منهم ما هو ملائم نلائموه. والسلام عليكم ورحمة الله.